الولد اللي جه من بعيد خالص شايف نجم قصاده. لا بص يا ابراهيم، احنا واحنا صغيرين زي ما كابتن اسامه كان بيقول، كان اي حد بيلعب بشماله واحنا صغيرين كان بيقولوا محمد صبري. اي حد في ناشئين نادي الزمالك بيطلع يلعب بشماله بيقولوا ده محمد صبري، انت محمد صبري. فكان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، اللي انت شايف حد انت بتبص له قد ايه الواحد اتعلم منه وكان بيحب يتفرج عليه. بس انا عايز اخد من كابتن اسماعيل حاجه قالها ابراهيم. اتفضل. انت النهارده نزلت مع مين يا كابتن اسماعيل؟ انت قلت انت نزلت مع كابتن صبري. عبد الحليم وهشام حنفي. هشام حنفي. انا قاعد جنب كابتن مصر كابتن هاني، برافو عليك، نجم نادي الاهلي. كابتن اسامه عرض، انا بشكرهم اللي هم قاعدين معانا النهارده. اللي الدنيا مش مستاهله يا ابراهيم. صح، الدنيا مش مستاهله. لعيب الكوره بني ادم، بني ادم بيحس وبيتضايق وبيتعب. كابتن اسامه بقاله فتره بيقول لك انا متضايق وتعبان. هي كوره، ممكن يعمل صح وممكن يعمل غلط، ممكن اللي هو فكر فيه في وقت تاني ينجح، ممكن ما ينجحش. فانت بتقعد تمسكه. طب ما عارف انه مكتئب من ساعتها. انا عارف كابتن، وانا ما كلمتوش خالص. انا عارف اصل انا عارفه وعارف قد ايه هو في التدريب بيدي كل وقته للتدريب. ولان انا اتمرنت مع كابتن اسامه، مدرب كبير جدا. بس انت ساعات كمدرب ابراهيم بتفكر في حاجات ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. بس احنا بنفضل نمسك الناس وندوس عليهم على الحته دي. لازم نتغير يا ابراهيم. برافو عليك. وهنفضل ابراهيم شهر شهرين ثلاثه زي ما كابتن هاني بيقول هنتكلم عن محمد صبري. وبعدين طب محمد صبري في ناس نجوم كبيره بتتكلم عنه. طب الناس اللي بتتوفى وهو بيلعب في الدرجه الرابعه والدرجه الخامسه والدرجه الثالثه، الناس ما بتبصلهمش. طب ما تبصوا للناس دي يا جماعه. الناس اللي مسؤوله عن الكوره مش اللعيب وهو بيلعب بس يا ابراهيم. يعني كابتن صبري دلوقتي توفاه الله. نادي الزمالك طبعا بشكره اللي هو مش هيسيبه، ونادي الزمالك على طول ما بيسيبش ولاده. وفي ناس كتير جدا مش هتسيب ولاد كابتن محمد صبري الله يرحمه. بس لو واحد بيلعب في الدرجه الرابعه في الدرجه الثالثه في الدرجه الثانيه، حاسس انت بيهم قوي. فدول اللي عقدهم مثلا الناس بتبص يا ابراهيم للناس اللي بتاخد عقود كبيره في الكوره، فتفتكرهم كلهم شبه بعض. فانت تفتكر ان كل الناس بتاخد الارقام دي، ودي مش حقيقه يا ابراهيم. انا شفت نجوم كبار جدا كبار جدا ومعهمش حاجه، وبيكلمك يقول لك انا محتاج كذا. بيكلم كابتن اسماعيل ويكلم كابتن اسامه، كابتن كل النجوم الكبار. فلحد امتى؟ احنا احمد رفعت قعدنا نتكلم ايه؟ شهر شهرين وبعدين ولا حاجه حصلت. حد تعاقب؟ لا، مفيش حاجه حصلت. زي ما كابتن هاني بيقول هنفضل في الدوامه بتاعت اللي هو ايه، وانت عايش الناس بتفضل تتكلم عنك كويس. ما حدش بيتكلم، ما حدش بيجيب سيرتك. اول ما تتوفى نعمل بقى ونتكلم وتلاقي صور في كل حته وكابتن صبري ده كان جميل، وكابتن صبري ده كان لعيب كبير. طب ليه ما نديش الناس دي حقهم وهم عايشين؟ ليه ما بنشوفهمش نقول لهم الكلمه الحلوه في وشهم؟ ليه؟ هنفضل في الدوامه ده يا ابراهيم. لازم المنظومه بتاعت الكوره لازم تتغير. ولازم حتى واحنا بنشجع اللعيب ده بني ادم ليه اهل وراه بتسمع انت بتقول ايه احنا بنشوف الحته اللي اتكسرت ابراهيم وبنفضل ندوس عليها. ملهاش لازمه. انت في لحظه مش موجود. فيا رب ده يبقى درس. النجوم كبار لعبوا في النادي الاهلي قاعدين معانا اهو النهارده. وانت بتجيب الصور والفيديوهات النهارده. كم واحد لعب في الاهلي؟ سيد عبد الحفيظ النهارده، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن طاهر ابو زيد. انا بقول لك كابتن سليمان. اصل ما لهاش علاقه بين اهلي وزمالك، يعني ده بني ادم. بص بنتكلم على بني ادم يعني. فمش مستاهله الناس اللي بتتفرج. عشان انتوا عارفين، انتوا اللي عايشين. اول مكالمه جات لي الصبح عشان احنا عشناها يا ابراهيم. انا واحد عشت اللحظه ده يا ابراهيم. وانا في الملعب وانا الناس بتشتمني والناس بتقول حاجات مش ممكن. شيكا استحمل، في ناس بعدنا ما تستحملش. يلا نستغل هتشتم شيكا النهارده، هتلعب ماتش اهلي وزمالك اللي بعده هتشتم مش عارف مين، وبكره هتشتم مش عارف مين. طب وبعدين؟ شتمت مراته وشتمت امه وشتمت بنته وشتمت. ناخد وزر وناخد لا، هتستفاد ايه؟ ناخد ذنوب هتستفاد ايه؟ صح. ولا حاجه. صح. اللي هو انت ممكن تشتمه النهارده ده ممكن بكره مش موجود. هتقعد تقول يا ريتني كنت ما شتمتوش، يا ريتني كنت بعت له عشان هو راح وانا هو زعلان مني، ولا ملهاش لازمه.
اول مكالمه يا كابتن ابراهيم النهارده الساعه 8 الصبح كان مين؟ مين؟ كابتن احمد سامي. وزميله برضه كان معاه على طول. صح. الو انت رايح في انت فين؟ رايح المستشفى. طب ابعت لي لما توصل ابعت لي اللوكيشن. ده احمد سامي. طارق قنديل كان موجود. اول واحد. يعني ايوه يعني الناس مش فاهمه. الناس مين مش علاقه فاهمه. علاقه انسانيه يا جماعه؟ مالهاش دعوه بالاهلي. الناس مش فاهمه ان احنا كنا بنحارب مع بعض. ايوه في الماتشات بنقاتل حتى بره الماتشات يا حضراتكم يعني انسانيه. هم مش فاهمين اللي احنا مش فاهمين اللي جوانا، مش فاهمين اللي بينا دوت. ما شاء الله 3 ما شاء الله وصلوا كاس عالم سنه 90 صح؟ وانا والكابتن هاني في 98 خدنا كاس الامم. الناس مش عارفه احنا الناس دي حققت الكلام ده ازاي. مش حققته انا من الاهلي وانا من الزمالك، لا الناس دي حققت الكلام ده كده يا جماعه. كده اللي انت ما شفتوش، كده اللي سنه 90 دي ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه لا وكده اللي هي كده سنه 98 دي الشيشيني بيخرج مناخيره هنا وانا بنزل مش عارف مش عارفين احنا كنا بناكل ايه وبنشرب ايه وقعدتنا عامله ازاي صح. عشان نجيب بطوله ونفرح. مناسبات اجتماعيه كتير كمان هتلاقينا معظمنا يعني في افراح بعض واعزام بعض واحيانا عيد ميلاد بعض. احيانا انا بقول حضراتكم عارفين يا كباتن عشان انتوا مع بعض، لكن الناس احيانا بيوصل لها صوره مش صح، فبيوصل لها ان في خناقه ما بين الاهلي والزمالك، فتلاقي الدنيا طول الوقت خناقات ومشاكل. ففرصه انه الرسائل الصح توصل. هم عارفين ان احنا اصحاب واحنا اخوات في الملعب. كل واحد بيحاول يموت نفسه عشان يكسب، لكن احنا حتى هذه اللحظه الجيل بتاعنا كله بنتقابل بصفه يعني دوريه كده مع اسامه مع شوبير مع معظم الناس في احترام. لكن في ناس بتصدر لان مصلحتها ان يبقى في الفرقه دي. حتى ظهور الكابتن محمد صبري في قناه الزمالك كان دايما الراجل بيتكلم على الزمالك وبيحب فرقته وما يتكلمش كلمه غلط، ما ضايقش حد. مع عندنا جروب حاجة. انا مش عارف احنا عندنا جروب يعني. احنا عندنا جروب 98 جروب 8 فات على 98 دي 27 سنه 27 سنه في جروب معمول جيل بوركينا فاسو 98 بنصبح ونمسي وفي كل الناس. انا شايف المشكله مش في اللعيبه وفي العلاقات بتاعتنا، انا شايف المشكله بره القصه دي، مشكله في بعض من السوشيال ميديا وغيره. يعني حضرتك معلش اروح للكابتن طارق لانه برضه شيكا قال نقطه مهمه. احنا كلنا دلوقتي عايشين على الارض اهو، وكلنا هيجي ناس تانيه طيب هو احنا ليه بنغتال بعض معنويا؟ يعني احنا في الكوره او في الاعلام او في اي حاجه، لعيب الكوره اللي بيضيع فرصه فيغتال معنويا، لعيب الكوره اللي يتنقل من هنا لهنا يغتال معنويا، ابراهيم اللي موجود مذيع ما يبقاش في افضل حالاته في يوم من الايام، ما يبقاش احسن حاجه فيغتال معنويا. ليه احنا ما بنحافظش على بعض في الحته دي؟ ممكن يبقى فيه نوع من انواع النقد بس مش لدرجه ان انا اخلص عليه. يعني لو انا فاهم صح يا شيكا هو ده اللي انت تقصده. بص قبل ما كابتن طارق يتكلم، ايام الكورونا انا شفتك في الجيم. ايوه مره صح؟ ايوه. جيت قلت لك كانت الناس حد بيلعب في الاهلي ايوه والناس بتنتقده جامد حصل. انا جيت قلت لك ابراهيم يعني يا ريت وانت طالع في البرنامج تتكلم عنه كويس، تخلي الناس تساعده. انا لعبت معاه، هو مش من النوعيه اللي بيلعب تحت الضغط كده اللي الناس تفضل تقلل منه والناس تتكلم عنه. هو كان بيلعب في الاهلي وعمري ما قلت له ولا حاجه. حصل وحصل حاجات كتير عشان هي كده. ايوه احنا اتربينا على كده يا ابراهيم، بس الناس واخده الكوره في حته ثانيه وهي الكوره مش كده يا جماعه. اتفضل يا كابتن. ما عنديش مشكله ان انت تبقى فيه منافسه يا ابراهيم، ما عنديش مشكله. كابتن اسامه قال الكلام ده وكابتن اسماعيل وكابتن هاني وكابتن اسامه وشيكا، مفيش مشكله ان يبقى فيه منافسه، بس فكره اغتيال النفس دي اصعب حاجه بجد. الموضوع بقى انا شايف في عين الكابتن اسامه حزن، مش بس على موضوع صبري الله يرحمه ويحسن اليه، اكيد الحزن ده متمثل في صوره صبري، انما الكسره بتاعت اسامه نبيه نفسه على الاغتيال النفسي اللي هو مغتاله بقاله اكتر من شهر من ساعه ما رجع من المنتخب او من كاس العالم. طب انتوا يعني عايزين ايه؟ الناس اللي عماله تغتال في اسامه نبيه دي عايزه ايه؟ ربنا يديله الصحه ويخليه لي ولاده. عايزين ايه؟ ده اغتيال نفسي. قال لك انا مكتئب. طب
نفضل مكتئب الكابتن اسامه. لا بس هو خد بالك كابتن اسامه جامد يعني وعدى ويعدي وكابتن مصر وعدى بحاجات كتير يعني. انا ابراهيم يعني ما تخافش عليه وانا ما اخافش عليه. لا لازم اخويا. بص النهارده عليه ايه؟ يعني ما تخافش. لا انت عندك ثقه في نفسك النهارده. لا يعني اللي هو مثلا انا النهارده بجيب واحد صاحبي من الثلاجه. هي دي عشرة عمري بطلعه من الثلاجه. هي دي اللي انا عايز اقولها يا ابراهيم. صح. هي دي اللي انا عايز اقولها. هي مش جامد ومش جامد ومش عارف، هي مش كده. بني ادم انسان. انت فاهمني ازاي؟ ما عندك مشاعر وعندك اهل وعندك ناس بتبص لك وعندك بتشوف حزن في عين دوت ورضا في عين دوت وبتاع. وممكن يا كابتن اسامه يبقى مش يوم ما نشتغلش الشغل. ما نشتغلش. هي الفكره يا ابراهيم ان احنا لا انت هتسيبني اشتغل زي ما شيكا بيقول. انا ممكن اصيب او ممكن اخطأ. ايوه. انما ما تقتلنيش من جوايا. صحيح. وهي نقطه كمان انا هفضل واقف عندها. يا جماعه خلونا نحب بعض واحنا عايشين، عشان ما بعد ما نروح ما يتقالش زي ما الكابتن هاني ما بيقول قبليها الله يرحمه كان ونافسني. ليه ما يبقاش وهو عايش ده هو فلان الفلاني. طيب انا معايا برضو في دفتر عزاء